السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محتارة ولادك نفسهم في حاجة حلوة وانتوا قاعدين بالليل سهرانين مع بعض ومش عارفة تعملي لهم ايه. هقولك تعملي لهم ايه بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك 10 دقايق بالظبط، وان شاء الله يا رب تعجبكم، والمكونات هتكون معانا سهلة وبسيطة ان شاء الله. هنحط حلة على النار هننزل بحبة زيت، وهننزل بمكعب زبدة. وهنا انا غالية اللبن يا جماعة ومجهزاها معايا. وهنا ان شاء الله بعد ما الزبدة ساحت هننزل عليها بالشعرية. وهنا خلاص يا ابتدت تاخد لون معايا. اللبن لازم يكون سخن يا جماعة، انا كنت غلياه يعني كنت لسه غلياه، فهنزل بيه على طول هو سخن زي ما حضراتكم شايفين كده على الشعرية. وهنزل بالسكر حسب الرغبة زي ما حضرتك تحبي. وهنا هنزل بحوالي معلقتين كبار جوزة الهند وهقلب كويس. وهنا هنزل بكيسين فانيليا بتديها ريحة جميلة جدا. وهنا هنزل بحوالي معلقتين زبيب، برضو بيبقوا جمال جدا فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. هي خلاص قربت تستوي. وهنا خلاص هي جاهزة معانا يا جماعة للغرف زي ما حضراتكم شايفين كده، هي خلاص استوت. بصوا بسم الله ما شاء الله، ريحتها تحفة والطعم بتاعها بيبقى جميل جدا. جوزة الهند مع الفانيليا بيدوها طعم روعة. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله. والله جربوها يا جماعة مش هتندموا، والله جميلة جدا، وولادك أولادك هيبقوا مبسوطين بيها. وهنزينها يعني اللي انتوا تحبوه، زي انا بزينها بالسوداني، يعني بالله المكسرات اللي احب احطها عليها. انا هنا هزينها ان شاء الله معاكم بالسوداني، انا كنت محمصاه او محمراه. وحاجه حلوه يا جماعه، يعني ما خدش معاه كله 10 دقايق بالظبط وكان جاهز. يعني بسم الله ما شاء الله جميله جدا وطعمها بيبقى روعه يا جماعه بجد. وجربوها، انا بضيف مع السوداني زبيب كمان. واللي حضرتك حباه، حابة تضيفي اي حاجة تانية غير السوداني اللي اولادك بيحبوها. وان شاء الله ان شاء الله لو الفيديو عجبكم يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تشيروا الفيديو عشان اكبر قدر من الناس يستفاد منه يا جماعة. وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تانية جاية كتير. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.